بناد عيسى أمير، رئيس وكالة الزبائن لشركة سيور. يقدر الزبون يتعرف على مبلغ الفاتورة الديون تاعه. أولا يتوجه إلى أي وكالة تجارية. ثانيا يتصل بالرقم الأخضر 3002 أو عبر التطبيق الإلكتروني سيور موب. يمكن تسديد مبلغ الفاتورة في أي وكالة تجارية أو عبر التطبيق الإلكتروني سيور موب. شركة سيور وضعت عدة طرق لتسديد الفواتير، منها دفع نقدا، بطاقة البنكية، تي بي او، الصكوك، لشيك، والدفع الإلكتروني. في حالة عدم تسديد الفاتورات، الشركة ملزمة بقطع مياه صالحة للشرب على الزبون، وكذلك تطبيق إجراءات قانونية على الزبون. في حالة تراكم الفواتير على الزبون غادي يصعب عليه تسديدها دفعة واحدة. ما يخفاش عليك بلي غادي تكون كاينة إجراءات صارمة، ولهذا تسديد الفاتورات مبكرا هو الحل الأفضل للزبون. شركة سيور تحرص على مرافقة الزبائن من خلال تقديم تسهيلات، من بينها جدولة الديون حسب القدرة المالية. أولا يقوم بالتحقق من المعلومات الواردة. ثانيا التوجه إلى أقرب وكالة تجارية شركة سيور، أو طلب استفسار في الرقم الأخضر 3002، صفحة فيسبوك، أو عبر تطبيق سيور موب. بالنسبة للزبائن اللي عندهم الديون بسبب تراكم الفاتورات، يتوجهوا للوكالة التجارية لتسوية وضعياتهم.